السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء عاملين إيه؟ معكم أحمد عصام في حلقة جديدة النهاردة. وحلقتنا النهاردة عبارة عن حدث حقيقي جديد، أو بمعنى أصح هي رحلة. تفتكروا رحلتنا على فين النهاردة؟ قبل ما نبدأ رحلتنا كده بسرعة، يلا خش اشترك في القناة، متنساش تحط لايك على طول، ويلا خلينا نبدأ. يلا بينا. رحلتنا النهاردة يا أصدقائي على المكسيك، تحديدا في جنوب العاصمة في مكسيكو سيتي. سنة 1950 هيئة ملاحة دول المكسيك كانت بتشيل نبات هناك اسمه زنبق الماء. النبات ده كان موجود كتير جدا، وكان بيخلي حركة السفن أقل، وكان أحيانا بيتسبب في غرق بعض اللانشات. فبدأوا فعليا يشيلوه عشان يزودوا الحركة في المكان والدنيا تبقى أسهل. بس اللي هم اكتشفوه هم بيشيلوا النبات ده، ما اكتشفوش بقى سمكة ولا سفينة قديمة ولا أي حاجة من دي. هم اكتشفوا جزيرة جديدة، جزيرة هي بطلة حكايتنا النهاردة. جزيرة كانت معزولة في وسط البحيرة، والجزيرة دي رعبت كل اللي كانوا موجودين وقتها بسبب كمية العرايس الموجودة فيها. العرايس كان شكلها مخيف جدا، وفيها عرايس كان مقطوع أجزاء منها ومتعلقة على كل الأشجار، منها اللي متعلق بالمقلوب ومنها اللي مشنوق. كان منظر مقبض جدا ومخيف، منظر ما تتخيلش تشوفه في الحقيقة. ممكن تشوفه في فيلم سينما معمول بدقة وعناية، أو ممكن تشوفه في كابوس، لكن على الحقيقة كان موقف حقيقي من الصعب استيعابه لأنه مش طبيعي. في وقت بسيط الحملة مشيت، بس الخبر انتشر عن الجزيرة دي. طبعا الصحافة هناك كانت بتتسابق على مين يروح الأول يعمل تقرير عن الجزيرة اللي اتسمت بعد كده بجزيرة الدمى المسكونة، من أشهر الأماكن المسكونة على مستوى العالم. راح الصحفيين للجزيرة وبدأوا يدوروا على أقرب ناس ساكنين فيها أو ساكنين جنبها، ويسألوا عن أسباب إنها كده وإزاي العرايس دي موجودة والكلام ده. بس تعددت الروايات جدا في الموضوع ده، ناس كتير بدأت تطلع قصص وناس بدأت تصيغ الموضوع بدماغها. بس يعني خلونا نحكي لكم شوية من القصص اللي اتقالت أو الروايات اللي اتقالت عن الموضوع ده. نبدأ بالقصة الأولى، واتقال إن كان في عيلة راكبين لانش صغير موجود قريب من جزيرة الدمى. العيلة دي مكونة من أب وأم وبنتهم الصغيرة. البنت كانت لابسة فستان أبيض ومعها راستها الشقرة، وقاعدة في نهاية اللانش، وانشغل أبوها وأمها بالكلام مع بعض. البنت اتحركت لحد حرف اللانش ومدت إيديها للمية عشان تاخد وردة كانت طايفة على وش المية. بس اللي حصل إن البنت اختل توازنها في غفلة من الأم والأب، وفاق الأب على صوت ارتطام البنت بالمية ومعها عروستها. نط وراها الأب وفضلت الأم تصرخ على أمل إن أي حد يساعدهم، بس نزول الأب المية كان بلا هدف. فضل ينزل ويطلع ويغوص تحت المية لدرجة إنه كان هيغرق هو كمان، بس خرج وأخد اللانش وجاب غواصين، بس مفيش فايدة. البنت اختفت وملهاش أي أثر غير العروسة بتاعتها اللي لقيوها بعد كده في اللانش اللي هم كانوا موجودين فيه. وبعد الحادثة ظهر كلام كتير من السكان اللي حوالين الجزيرة. ناس قالت إن البنت بتظهر بالليل بتدور على عروستها، وناس قالت إن الجزيرة مسكونة. وبدأت الجزيرة واحدة واحدة تتهجر والناس تمشي منها، لحد ما قعدت فترة الجزيرة ما فيهاش غير كوخ واحد بس عايش فيه شخص واحد اسمه جوليان. كان شخص غريب عنده زوجة وأطفال، بس سابهم من فترة وراح قعد في الجزيرة ومفيش سبب واضح لوجوده هناك. ومن هنا بدأت الحكايات تزيد عن وجود الراجل ده في الجزيرة. اتقال إنه كان بيروح الجزيرة من زمان وهو عايش مع زوجته وأطفاله، لأنه كان يعرف أصحاب الجزيرة الأصليين، وراح في يوم عشان يقابلهم. بس بالصدفة وقف جنب الجزء اللي البنت وقعت فيه وماتت، وفجأة ظهر له وش باهت لبنت من تحت المية، وبدأ جسمها يظهر وهي لابسة فستان أبيض. البنت كانت ظاهرة تحت المية ليه، ولكنها مش بتطفو، أكن في حاجة منعاها أو مسكها من تحت. جوليان فكر في الوقت ده إن دي جثة البنت، لكن لما الوش قرب أكتر لسطح المية غير رأيه، لأن الملامح كانت بتقول إن البنت دي حية. كانت عينيها مفتوحة على الآخر وكانت باصة ليه باستغراب. في الوقت ده هو نط بسرعة للمية بغرض منه إنه ينقذ البنت، وهو مفكر إن البنت حية. لكن بعد جهد كبير من جوليان تحت المية ما طلعش ببنت، طلع بعروسة. أيوة انت سمعت صح، جوليان طلع بعروسة، ما طلعش بالبنت ولا بجثة البنت. عروسة بعيون زرقاء وشعر أشقر، وهو كان هيتجنن في الوقت ده
كان متأكد بنسبة 100% ان البنت اللي شافها حقيقية من لحم ودم، لكن مفيش فايدة. جاله صاحبه وقال له ان البنت من وقت للتاني بتظهر للناس، والناس كمان قالت انها بتشوفها، وهو فسر ده بانه شاف شبح الطفلة دي ودي عروستها. رجع يومها جوليان بيته، بس ما كانش جوليان، كان شخص تاني. كان متحول تماما في كل تصرفاته، ما بقاش يضحك ولا يلعب مع اولاده زي الاول، بقى كلامه اقل بكتير، بقت صورة وش البنت ما بتفرقش عينه ولا تفكيره، وكل ما ينام يشوفها. وحس ان ده طلب منها انه يرجع الجزيرة تاني، وفي يوم قرر انه هيروح الجزيرة. وقد كان، جوليان ساب بيته ومشي راح الجزيرة، وساب وراه مراته واولاده ووظيفته، مرجعش ليهم تاني بعد كده. بس تصرفاته بقت اغرب من الغرابة، بقى كل يوم يجيب عروسة جديدة ويحطها في مكان غرق البنت، ويعلق العرايس على الاشجار. ومن كتر هوسه بالعرايس بقى يروح كل يوم المدينة ويدور في صناديق الزبالة على اي عروسة عشان يحطها في الجزيرة، ويدور على بقايا العرايس زي مثلا درع، نص عروسة. كان بيزرع اكل وخضار، كان بيقيدها بعرايس قديمة، ما كانش فيه اهتمام وشكل العروسة ايه. كان بيجيب العروسة بأي شكل، مقطوعة، متكسرة، ناقص منها جزء، حتى لو كانت كلها عبارة عن راس بس، أو إيد، أو بطن، هيكل، أي حاجة. كان بياخدهم بس عشان يزين بيها جزيرته المجنونة. وبمرور الأيام والسنين بقت الجزيرة معرض كبير للعرايس في كل ركن من أركان الجزيرة، وفي عرايس مبرقة لأي حد ومن أي اتجاه. دي كده كانت أول رواية. نخش في الاحتمال التاني. الاحتمال التاني ان قالوا ان جوليان ده راح الجزيرة بعد موت البنت ب30 سنة. اتقال ان البنت ماتت في العشرينات وهو راح في الخمسينات. راح هناك وكانت روحه صافية لدرجة التواصل بالأرواح. راح الجزيرة وخيم فيها بعد ما عمل مشاكل مع زوجته، وساعتها بعد 3 أيام من وجوده في الجزيرة اتواصل مع روح البنت، والبنت جننته وطلبت منه عروسة جديدة ليها. ومن وقتها فضل يجمع في أي عروسة يقدر يجيبها إرضاء لروح البنت. القصة التالتة قالت إن جوليان جمع كل العرايس مرة واحدة بعد ما لقى جثة البنت، وكان بيحطها كتحذير للناس من التواجد بأطفالهم هنا عشان ما يحصلش فيهم زي الطفلة دي. القصة الرابعة واللي تحسها نوعا ما أقرب للحقيقة، إن البنت دي هي بنت جوليان نفسه، وفضل موجود في الجزيرة حزنا على بنته، وعشان يكون جنبها بعد ما ماتت وما تبقاش منها غير عروسة كانت بتحبها. وفضل يجمع لها في العرايس على طول الجزيرة لأنه عارف إنها كانت بتحبهم، على أمل منه إنها تظهر له تاني. فضل جوليان موجود في الجزيرة مستني ظهور بنته، واتقال إنه بعدها انتحر. اتقال إن روح البنت هي اللي خدته ومات بعد ما تواصل معاها، وإنهم لقوا جثة جوليان في نفس مكان غرق البنت. ودي كانت آخر رواية حصلت في الموضوع ده، ومات جوليان وهو سايب وراه لغز كبير، والعلم عند الله. بس اللي فضل موجود بعد موت جوليان هي العرايس. واتقال كتير من الناس راحت إن العرايس بتتحرك بالليل وبيخرج منهم صراخ. رغم ده كله لسه جزيرة الدمى المسكونة من أشهر الأماكن السياحية في العالم، وبيزوروها ناس كتير جدا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الحلقة عجبتكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك لو الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تنضموا لينا في الجروب بتاعنا، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، وهتلاقوا كل لينكات التواصل الاجتماعي بتاعتي هتلاقوها موجودة تحت في الديسكريبشن. اي حد محتاج انه يذيع قصة يبعت لي على الاكونت الشخصي. شكرا على حسن المتابعة.